فيلم الثلاثة يشتغلونها يعتبر من أفضل الأفلام لياسمين عبد العزيز من وجهة نظري، والمخرج علي إدريس وكاتب السيناريو يوسف معاطي كانوا عايزين يبينوا خفايا كتيرة جدا بتحصل في المجتمع. بيبدأ الفيلم بمشاهد واللي بتعرفنا إن الأحداث في فترة الثانوية العامة، وبنشوف في المشهد ده نجيبة وهي بتسمع لوالدها الكتاب كله، وبنشوف أمها مش عاجبها الوضع اللي نجيبة فيه. أما أبوها بنشوف إن همه بس إن بنته تكون من الأوائل، حافظة بقى فاهمة، مش مهم الطريقة، المهم إنها تكون الأولى. المهم بعد فترة بيتصل بيه وزير التربية والتعليم وبيقول له إن نجيبة طلعت الأولى، وبيقول له إنها جابت 101%. و101% هنا مش معناها 101% بجد، ولكن عايزين يبينوا إن نجيبة دحيحة ومفيش منها اتنين على المجرة. ولكن بعدها بتبدأ تظهر جوانب من شخصية نجيبة وقد إيه الحفظ أثر عليها والدراسة عندها أهم حاجة، وطبعا ده بيبان في عدم اهتمامها بنفسها ولبسها. وحتى لما مديرة المدرسة جات لها البيت عشان تقول لها تطلع في برنامج صباح الخير يا مصر، ما كانتش عارفة إيه أصلا البرنامج ده، وكمان ما كانتش عارفة مين هو وزير التربية والتعليم. وده بيبين قد إيه المذاكرة عند نجيبة كانت أهم حاجة، لدرجة إنها منعزلة عن العالم الخارجي في كل حاجة. حتى لما بتنزل تشتري هدوم للكلية بتميل للبس المدرسة أكتر. ونشوف بعدها نجيبة وهي في البرنامج ومش فاهمة أي حاجة في أي حاجة، وبيبدأوا يسألوها أسئلة عادية خالص، ولكن هي ما بتعرفش ترد، بتقول أي كلام. وبيسألوها سؤال مهم: هتخش كلية إيه؟ وفي اللحظة دي بيرد أبوها متولي الخولي بيقول كلية آثار. ولما بيسألوها دخلت كلية آثار ليه؟ ما بتردش. وده بيبين إن ده مش اختيارها وإنه اختيار أبوها. وبتبدأ نجيبة تخش في تحديات كبيرة زي إن والدها اترفد من شغله وهي قررت تدور على شغل، وبتبدأ تشتغل في المدرسة اللي كانت فيها. وللأسف بدل ما تفهم العيال المنهج بتبدأ تعمل زي ما كانت بتعمل، وهي الحفظ. بتخليهم يحفظوا المنهج صم. ونشوف أبوها وهو بيقول لها تهتم بالتعليم، أما بقى أمها بتقول لها إنها تفكها من الكلام ده وتدور على عريس متريش كده. وده بيبين أنانية أبوها وأمها. أبوها عايزها دايما الأولى عشان يفتخر بيها وسط الناس، وأمها عايزة عريس لوط وعنده عربية عشان يفسحها كل يوم. ونوسه خالص إن نجيبة من آدمة ومن حقها تختار اللي هي عايزاه، ولكن للأسف المجتمع بيفرض علينا أساسيات لو ما عملناهاش يبقى إحنا فاشلين، لو ما دخلتش طب أو هندسة يبقى أنت فاشل. وبتبدأ نجيبة تخش في مرحلة جديدة وهي مرحلة الخروج من الانعزال اللي كانت فيه. تبدأ تسمع كلام أمها: بس ثانية، الدراسة أهم. لا لا لا، العريس أهم. لا لا لا، الدراسة أهم. المهم بتبدأ نجيبة تسمع كلام أمها وبتبقى عايزة تتعرف على نبيل الصف، واللي بنعرف إنه مثبت في سنة أولى أكتر من 6 سنين. بتبدأ نجيبة تتورط في مشاكل مع ناس بيستغلوا ذكائها لمصالحهم الشخصية. ومن هنا بتيجي فكرة اسم الفيلم: الثلاثة يشتغلونها. أول شخصية بتستغل نجيبة هو نبيل الصفتي، وزي ما احنا عارفين إنه مثبت فيها بقاله أكتر من 6 سنين، فأبوه قال له لو نجحت السنة دي هوديك أمريكا. وطبعا هو مش بيسقط عشان فاشل، لا لا لا، ده حب في سنة أولى بس. وطبعا لأنه عارف إن نجيبة بتحبه فبيشتغلها وبيوهمها إنها لو غششته هيتجوزها، وعشان هي مش فاهمة أي حاجة في أي حاجة فبتصدقه. وبيبدأ يحصل انقلاب في شخصية نجيبة من نجيبة الدحيحة الفلتة لنجيبة الهاي كول. وده بنشوفه لما بتغير لبسها وشعرها وأسلوبها وكل حاجة. وطبعا مش أي شاب اتخلق يعمل لي قلق، واللي يتهور معانا هيتعور. وعشان نجيبة لسه ساذجة وبتصدق أي حاجة فدت الورق لنبيل، وهو نجح وهي سقطت. واكتشفت بعد كده إن هو مش هيتجوزها ولا حاجة، وساعتها بتبدأ تخش في المرحلة التانية. تاني شخص بيستغل نجيبة هو خالد الصحفي اللي بيسعى للعدالة الاجتماعية وبيكون عايز يعمل ثورة، وازاي عشان انا فقير يبقى ماليش حقوق. واللي بعدها بكام مشهد بس بنشوف واحد معدي بحمار من قدامه بيمسكه بقى تهزيق وإهانة، وده بينفي كل اللي بيقوله وعايز يعمله. بالرغم من إن كلامه حلو بس أفعاله ملهاش علاقة بكلامه. وبيقنع نجيبة إنها تنزل معاه المظاهرة وبيتمسكوا وبينفي إنه له علاقة بالمظاهرة. تبدأ نجيبة تخش في المرحلة التالتة. تالت شخص بيستغل نجيبة هو الشيخ عامر، واللي بيكون ليه برنامج خاص بيه بيتكلم فيه بالدين، ولكن بنعرف انه ولا شيخ ولا حاجه، وانه بيتكلم على الدين لكن ما بيعملش بيه. وبتبدا تخش نجيبه في حاله تشدد. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الاباجوره حرام والتلاجة كمان حرام، وبيبدا يشتغلها لمصلحته. واول حاجه بيقولها انه عايز الاطفال اللي في المدرسه عشان يعمل اعلان، وكمان بيستغلها عشان تعمل برنامج. وبيبدا يعمل زي ما نبيل وخالد عملوا وبيعشمها بالجواز بالرغم من انه متجوز اتنين. ولانها بتكسر التماثيل اللي في الكليه فبيفصلها من البرنامج وبيبان على حقيقته. وبالرغم من انها بتنفصل من الكليه سنتين بسبب اللي هي عملته، ولكن مش بتستسلم، ولاول مره بتفوق. وبدل ما كانت بتكلم طلابها عن الاهرامات اخدتهم يشوفوها. ونشوف ان كل طلابها بينجحوا ويطلعوا الاوائل كمان. نيجي بقى لفقرة التحليل. بالرغم من ان نجيبة شاطرة جدا في الدراسة، ولكن ما كانتش تعرف ازاي تتعامل مع الناس. مش معنى ان انا حافظ ان الاهرامات موجودة في الجيزة ان ابو الهول جنبهم اني هعرف اعمل هرم. فيلم الثلاثة هيشتغلونها مش مجرد فيلم كوميدي او درامي، ولكن بيعلمنا حاجات كتيرة جدا، زي اننا ما نثقش في اي حد بسهولة، ويكون لنا رأينا الشخصي الخاص بينا، بداية من نبيل لخالد لعامر. كل دول هم مصدر الفساد في المجتمع. وبالنسبة لسؤال الحلقة: ليه نجيبة كانت مظلومة؟ نجيبة كانت مظلومة بسبب إن اللي حواليها كانوا بيستغلوا ذكائها لمصالحهم الشخصية، ولأنها ما كانش عندها الوعي الكافي فكانت ضحية ليهم. وكمان نجيبة واجهت ضغوط من المجتمع وكانت بتتعامل معاه بحسن نية، زي مثلا لما كسرت التماثيل في الكلية لأنها رمز للفساد، أو تعمل مظاهرة
عشان حق الغلبان. في النهاية ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان تشوفوا فيديوهات كتيرة من دي، وما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات.